اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وتعالى اقول لكم هنعمل ايه. معايا فرخة هنطلع منها حوالي 4 اكلات. هنعمل الوراك مرة لوحدها، ومرة الصدر هخليه هعمله لوحده، والكبد والقوانص هحوشها في التلاجة في الفريزر. يعني كل ما اجيب فرخة احوشها، ممكن اعمل عندي مثلا نص كيلو، ممكن اشتري عليه نص كيلو كمان. تمام، ممكن اعمل نص كيلو بس على حسب عدد الافراد بتوعي. كده انا فصلت الصدر عن الورك من النص كده زي ما انتوا شايفين بالسكينة، وبفصله. او ممكن تريحي دماغك خالص بقى وانت بتشتريها من عند الراجل بتاع الفراخ، تقولي له عايزة فرخة 2 كيلو وربع، عايزاك تفصل لي، اعمل لي الصدر بانيه، او خلي الصدر مثلا صحيح. ادي الوراك معايا، هي دي في بالونة كده في الوراك دي لازم تتشال. خلي بالك منها طبعا، بتاع الفراخ مش هيشيلها لك، لان هو مش هينضف لك الفرخه، هو بيشيلك منها الريش بس والمصارين بتاعتها. انت بقى هتشيلي البالونه ديت، وهتشيلي في ماده زي ما انتوا شايفين كده ما بين الجلد وما بين اللحم. دي برضو بتتشال عشان ما تخليش الفراخ زفره معاكي. اول ما بتجيبي الفرخه بتشطفيها تحت الحنفيه في ميه، بتنقعيها في طبق كده تشطفيها كويس، وبعد كده بتبداي تقطعيها. بفصلها كده زي ما انتوا شايفين. ولو انت اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. حطوا اللايك واكتبوا كومنت حلو زيه. خلاص شلنا الوركين. ممكن لو انتوا 4 افراد الوركين دول هيكفوكوا، قطعيهم 4 حتت. لو انتوا فردين كويس برضه، لو انتوا 5 ممكن تزودي كمان ورك. هنفصل بقى الجلد عن الصدر علشان اطلع الصدر بانيه. طبعا ده الفيديو دوت لو انت مثلا عندك فرخه مش عارفه تعمليها ازاي، انا جايه النهارده عشان اقولك تعمليها ازاي. فصلت الجلد عن اللحم، وهبدا اشيل الصدر عن العظم. في عظميه كده في الجناح دي بكسرها بالسكينه عشان اقدر اطلع الصدر. هفصل بقى البانيه كله بالطريقة دي من الجناب ومن النص ومن كل حتة. الموضوع سهل مش بسيط، ممكن يكون أول مرة مش هتعرفي تعملي حاجة، تاني مرة هتبدأي تتعلمي، تالت مرة هتبقى محترفة. بالطريقة ديت بفصل الصدر عن العظم. علشان ممكن من الصدر اعمل شاورما، ممكن اعمل شاورمة فراخ، ممكن اعمل كفتة، ممكن اعمل شيش، ممكن اعمل بانيه. يعني انت عندك كذا اختيار. كده بقى عندي الاجنحة والعظم بتاع الصدر والزور، دولت بقى بحوشهم في التلاجة. على حسب عدد الافراد اللي عندك تحوشيهم في الفريزر. تعملي مثلا اكلة ولا حاجة تمشي بيها يوم، بتبقى حلوة جدا. باجيب بقى الفرخة بتاعتي بعد ما اقطعها، اجيب دقيق وملح وليمون، وانقعها في مية اقل حاجة نص ساعة. يبقى انا كده من الفرخة بتاعتي عملت الوراك مرة، الصدور مرة، الاجنحة مرة، الكبد والقوانص دي مرة. يعني من فرخة هعمل 4 اكلات. الكبد والقوانص حوشوها. وكده الفيديو خلص، ومع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.